ان هذه راهي مسائل، وهنا نحب نقول للاستاذ صحيح انت طرحت الاستفتاء بمنظور، لكن اليوم في الساحه السياسيه طرحين وراهم طرحين بمنظور اخر، والمنظور الاخر المطروح هو في الاساس يحبوا الحكومه السلطه الانتقاليه الحاليه هي تواصل او تتواصل السلطه التنفيذيه، ما هي جايه من مجلس وطني معناتها التاسيسي، المجلس الوطني التاسيسي يحبوا يحصروا المهمات نتاعو. هذه الاولى الحاجه، ولكن راهي مش تواصل من بعد المجلس الوطني التاسيسي والحكومه الى مش يحضروا الانتخابات اللي مش تجي من بعد وفقا للدستور الجديد. بالتالي المده نجم تتواصل عام ونص تكمل معناها الانتخابات ووفقا للدستور الجديد وتتحط المؤسسات الجديده لتونس. هذه الحاجه. حاجه اخرى يعني مش مجلس الوطني التاسيسي مش يحضر الدستور يقول بالسلامه والحكومه زادت تقول بالسلامه، لا مش يحضروا الانتخابات هذه، مهامهم توفى، مجلس الوطني التاسيسي مهماته توفى وقت اللي تظهر السلطه الجديده، المؤسسات الجديده، معطيات جديده بالضبط. الحاجه الملاحظه الثانيه اللي حاب نقولها هو انه حكومه نتاع شو تكنوقراط. انا في الحقيقه بالعكس انا نرى يلزمها تكون الحكومه بعد ثوره. انا التكنوقراط اللي جابوهم لنا من فرنسا في الحكومه هذه مثلا ما همش فاهمين اوضاع البلاد وما همش فاهمين. شنو الحكومه اللي تحدثت على الوفاق؟ يعني انتم في يعني المتواجدين في الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره ما توافقوش؟ لا أنا يعني ما فماش وفاق. هل تعتقد انه في المجلس التاسيسي باش يتم الوفاق؟ انا اعتقد وان اولا الساعه بالنسبه للمجلس الوطني التاسيسي هذه ناس مش يقع انتخابهم من طرف الشعب، وانا عملنا تجارب سابقه حتى مع اطراف نختلفوا معها اختلاف تام وتوجد منها وفاق. وحاجه اخيره نحب نقولها اللي راهي المساله في نهايه الامر، هل المجلس الوطني التاسيسي وين ثم تجارب في بلدان اخرى يجي المجلس الوطني التاسيسي تنحي له صلاحياته فهمتني وتحد له صلاحياته وما ينجمش يعمل هو السلطه التنفيذيه وما يراقبش السلطه التنفيذيه. احنا مشكلتنا اليوم ان الحكومه الحاليه رغم انها ما عندهاش شرعيه ما ثم حتى حد رقيب عليها تتصرف معنا وحدها. احنا حاجتنا سامحني كلمه من ناحيه اخرى انا نحب نقول وانه الشعب التونسي ما هل الاساليب هذه راهي فيها برشا تخويف. ردوا بالكم وانا اعتقد وان الناس مش ينتخب الشعب التونسي مش يكونوا يتحملوا المسؤوليه نتاعهم، والمهم هو ان تجري الانتخابات في ظروف منها ديمقراطيه.